غير منصة اكس يقول: ماذا ترتجي منه مدرب يترك المنتخب مرتين؟ المرة الأولى ذهب لسيدات فرنسا، المرة الثانية ذهب لقرعة كأس العالم. هذا يسأل أنا الاتحاد السعودي، الخطأ من الاتحاد السعودي. أنا بصراحة شوف سيدات فرنسا هذا راح والغى عقده، بس قرعة كأس العالم هذه من أغرب الأشياء اللي شاهدتها. أنا قلت ما حتكلم اللي بعد البطولة، من أغرب الأشياء اللي شاهدتها. ليش؟ مدرب تونس موجود في البطولة، ومدرب القطر موجود في البطولة، ومدرب الأردن موجود في البطولة، ما راح. جاي هو دعوة الحالة بس من الفيفا وداعي، والباقيين ما دعاهم. ما عندنا علم فيها ولا اقدر اتكلم شيء انا ما اعرفه صراحه. لا هو اللي قالوا المبرر، قال جيت دعوه من الفيفا والباقيين ما دعوهم. ها الباقيين ما دعوهم. غريبه يعني. عندهم خالد انفانتينو دعا كل، يعني حتى طلب المدربين انهم يحضرون، لان في كاس العالم في ورش عمل للمدربين، في ورش عمل لمدراء المنتخبات تقام على هامش القرعه، لكن انت مش مجبور في النهايه، بامكانك ترسل شخص بديل. اني اروح واترك المنتخب في البطوله خطا كبير، لا يمكن ان الاتحاد السعودي يسمح له انه يروح. يعني هو والدليل انه في 3 مدربين مشاركين بكاس العالم، مدرب تونس، مدرب قطر، ومدرب الاردن، ما راحوا. ليش انت الوحيد اللي اصريت تروح وتترك؟ يقول لك الفيفا مصر عليه انه ياتي، الفيفا كان مصر. والثلاثه طيب والثلاثه الباقيين ليش يعني؟ ما يبيهم الفيفا. يعني ليش ما اصر عليهم؟ ها؟ ما يبيهم الفيفا. اي شيء غريب صراحه. يعني وجود ال3 مدربين في البطوله اكبر ادانه اللي سواه ابي رينارد انه يروح. عشان كذا اقول لك يا ابن الحلال، لو لقى اي فرصه راح. انا بالنسبه لي لو لقى اي فرصه ترك وراح. هذا وجهه والله خالد، اللي يشتغلون معاه في الاتحاد السعودي المفروض يعرفونه اكثر منا كلنا. وفعلا هو اعطاهم قرصه اولى، بس الشباب الله يهديهم يعني ما اعرف ليش يعني ما تعلموا منها. يعني حاجه غريبه صراحه انه يتركك وترجع تتعاقد معه ثاني مره. والله لو يا شيخي وش يعني، في مدربين الحين بالدوري عندنا مدربين افضل منه صراحه، مع احترامي له، افضل مدرب المنتخب. انا موضوع ذهابه لامريكا اشوف انه ما له اثر كبير على هذه البطوله على المنتخب، والدليل هو غاب عن اي مباراه. جزر القمر كيف كان مستواه مع جزر القمر؟ افضل منتخب اقل منه ولا يقاس عليه، لكن بعد العوده لعبنا مع المغرب مستوانا كان جيد، لعبنا مع فلسطين مستوانا كان جيد، فانا اعتقد انه راح ورجع. هذه ابو احمد دكتور الله يخليك، تعطيني حلمك. ابو احمد عفوا سلطان عفوا عايد، انا نتكلم على المبدا ما نتكلم على التاثير. مدربك رايح يا جماعه الكاس العالم وانا في بطوله. حلو، انا ما اتكلم على التاثير، اتكلم عن المبدا. اوكي لا هو مبدا صحيح، انا اتفق معك خالد. بس هو كمبدا كابتن عايد، هو كمبدا من الاتحاد السعودي وضح انه من قبل البطوله ترتيبات الحضور للقرعه بذهاب رينارد مع الاتحاد السعودي، فالمبدا موجود من الاتحاد السعودي قبل حتى وجوده في البطوله، فالامور مترتب لها من قبل، لآلية لورش عمل لمباريات، ممكن منتخبات ثانيه رتبت ترتيبات ثانيه، لكن انا بتكلم عن تاثير عدم حضوره لا يربط بخروجنا. لا انا ما حد قال لك على ذي، ما حد لحظه، انا ما اتكلم لك على خروجنا السبب ذا، لا جالسين نتكلم على مبدا الرجل يدور اي فرصه. اسمح لي في النقطه. تفضل يا خالد تفضل. يعني خروج المدرب بكل امانه في فتره منافسات هذا يؤثر على اللاعب سلبا، ممكن ما اثر على المنتخب السعودي وخروجه من البطوله، لكن انت اليوم كمدرب عليك احترام اللاعبين. المدرب السلامي كان مطروح اسمه من الفيفا وانه يذهب يحضر القرعه، آثر انه بعث احد من الطاقم الفني، بعث من الطاقم الاداري، حكى لهم انا راح اكون موجود بتركيزي الكامل مع المنتخب. تركيز المدرب يدل على انه المدرب حاضر ذهنيا مع الفريق. هيرفي رينارد بخروجه وذهابه، الفيفا ما اجبر اي مدرب ولا غصب اي مدرب انه يكون متواجد في القرعه. طيب ليش؟ لانه اعتمد هاي البطوله العربيه اعتمدها الفيفا، اذا انت ما بتقدر تجبرني احضر قرعه كاس العالم. الاولى من المدرب انه يكون متواجد مع لاعبيه مع فريقه. هاي المنظومه اللي بتقودك، هاي المنظومه اللي تبقيك، هاي المنظومه اللي انت بتنافس وبتقاتل لاجلها. عشان في اليوم اللي انت صعب عليك من خيارات كمدرب، هاي المجموعه تقاتل علشانك كمدرب. طيب كابتن خالد، ذهاب المدرب في فتره البطوله وعودته، انت كم تشوف هذا الخروج للقرعه والعوده، ايش تشوف له من اثر في خروج المنتخب؟ كم بنسبه مئويه؟ اول شيء انت هل هذا الخروج يتحمل خروج، يعني هل ذهابه للقرعه وعودته يتحمل خروجنا
من نصف النهائي امام الاردن؟ يعني ذهابه مش سلبي على المنتخب، لكن سلبي على المدرب نفسه. خرج من المنظومه، خرج من التركيز. هاي البطوله يعني ما معناته تحكي بطوله كاس العالم كابتن خالد انه قرعه كاس العالم اهم من البطوله العربيه. واضحه يعني قرعه كاس العالم عند المدرب اهم من البطوله العربيه، ولهذا انه طلع يعني هذه واضحه يعني ما يبغى لها. يعني لو انا يعني المدربين الثانيين، مدرب قطر موجود، مدرب الاردن ما راح، وتونس ما راح، ليش ما في الا مدربنا حنا بس فقط؟